عارف إن المية في الفونج شوي رمز للرزق والوفرة؟ يعني ببساطة شكل تدفق المية في بيتك بيعكس شكل تدفق الرزق في حياتك. المية الجارية النظيفة بتجذب طاقة المال والفرص، لكن المية الراكدة أو المتسربة بتوقف الطاقة دي تماما. خلي بالك من التفاصيل الصغيرة. الحنفية اللي بتسرب نقطة كل شوية دي مش بس بتضيع مية، دي كأنها بتسحب منك رزقك نقطة نقطة. صلحها فورا وما تنساش. ولو عندك نافورة صغيرة أو حوض سمك، خليهم دايما نضاف وميتهم متجددة. السمك اللي عايش بيتحرك بطاقة حياة، والمية المتحركة بتخلي البيت دايما في حالة تدفق. الفونج شوي بيقول لك ببساطة: المية هي المال في صورته الطبيعية. المية الراكدة بتساوي رزق واقف، والمية الجارية بتساوي رزق ماشي وبيتجدد. جرب تنظف حنفية، تغير فلتر، أو تضيف عنصر مائي بسيط في بيتك، وشوف بنفسك إزاي طاقة المكان هتتفتح، والرزق بإذن الله هيبدأ يتحرك بهدوء لكن بثبات. خلي المية تمشي وسيب الخير يجري معاها.